ده تايجر، تايجر مش ميجو ده يا حسين، ده تايجر ده. ناس كتير عماله تبعت لنا اسئله في قرش ظهر في دهب ولا لا، في حادثه حصلت في دهب. للاسف النهارده في قرش ظهر في اللاجونه وهاجم سيده مصريه اسمها زينب محمد احمد، عندها 34 سنه وقطع دراعها، اتحولت لمستشفى شرم الشيخ. الناس كلها عماله تسال انا اقدر الغي حجز الفندق ولا لا، او ان انا اعمل ايه لو انا مش عايز اروح. النهارده وزاره البيئه نزلت قرار بغلق كل شواطئ اللاجون لعمل مسح للمنطقه. انت عندك حلين، الحل الاولاني انك انت تلغي، كده كده الوزاره منزله فانت هتقدر تلغي حجزك من اي مكان، بس الحل الثاني هو الافضل انك انت اجل حجزك. هيعملوا مسح المكان في خلال يوم 2 3، هم كده كده مش هيفتحوا الشاطئ الا لما يتاكدوا ان الشاطئ بقى تمام والدنيا فيه مظبوطه. الحل الثاني ده هيبقى احسن لك، انت مخطط تعمل اجازه، الفنادق اكيد على استعداد لانك انت حجزت ودفعت ودي فتره موسم، فاكيد محدش يرضى ان يبقى فيه ضرر سواء للشركه او ليه، وانت برضه في نفس الوقت استعديت ومفضي وقتك. انتظر 3 أو 4 ايام هتاجل فيهم اجازتك بس هتستمتع وانت مطمن. للاسف السيده كانت بتعوم على بعد 24 متر من الشاطئ ودي مسافه قريبه جدا، وبرضه القرش هاجمها. اصلا القرش ده مكانه، ده بيئته، والانسان مش على النظام الغذائي بتاع القرش عشان حد يقلق. ما بيجيش قرش مره واحده يقوم طالع من الميه ومهاجم، ما بتحصلش اصلا نهائي الكلام ده. بس القرش بيظهر مره واثنين وثلاثه. في حاله النهارده في دهب القرش ظهر امبارح وظهر النهارده، بس للاسف الناس كانت فاكراها سمك التونه، يعني ما اعرفش ايه اللي جاب التونه على الشاطئ. للاسف سلوك من السلوكيات الخاطئه جدا ان حد يعمل حمام في الميه وهو في البحر. الحاجه دي بتخلي اي حاجه مفترسه موجوده في الميه يبقى عندها محفز لانها تهاجم الانسان، وانت بالنسبه لها فريسه فعادي بتهاجم، لكن انت مش على النظام الغذائي اصلا بتاعها. خليج العقبه من 1907 ل 1922 كان منطقه اصلا غير مسموح انك انت تنزل فيها الميه بسبب ان هي كانت مصنفه انها منطقه قروش، ودهب من ضمن الاماكن اللي في خليج العقبه. فانت ما تجيش في مكان اصلا مستوطن فيه القرش وعايش فيه وتيجي تقول اصل ظهر فيه قرش فانا مش هروح. لا، القرش اصلا ده مكانه. القرش بيظهر في الغردقه، للاسف على اخر سنتين ظهر فيهم القرش شهر 6 او حوالي شهر 7 على مرتين في الغردقه، والدنيا كملت والدنيا اشتغلت. كل شركات السياحه وخصوصا شركات السياحه اللي في دهب اي حد بيطلع يتكلم بيبداوا ان هم يهاجموه. النهارده كل الصحف الاخباريه، كل القنوات، كل الناس نزلت. السوشيال ميديا ما خلتش حاجه بتحصل النهارده في ابعد مكان في الكوكب بتلاقي اخر واحد في ابعد عزبه في مصر عنده علم بيها. فانت انك تطلع توعي الناس وتقول لهم انك انت ممكن تاجل رحلتك، انك ممكن تلغي، انك انت ممكن تنتظر، فده احسن من انك تطلع تهاجم. واجبك كشركه سياحه انك تطلع تنبه الناس، تنزل لهم تعليمات، تنزل لهم طريقه، تنزل لهم تطمنهم ان في دلوقتي مسح شغال للمنطقه. ونتمنى طبعا من الجميع ان اي حد طالع يقضي اجازه تبقى اجازه سعيده وما يحصلش ولا يتكرر الكلام ده تاني، وربنا يعني يرزق الناس كلها الخير، ويرزق برضو الناس المهتمين الفنادق والناس المهتمين على الشواطئ ان هم يتخذوا اجراءات احسن من كده. في شبك وطرق حديثه موجوده في دول كتير موجود فيها القروش، اصلا الناس بتطلع عشان ينزل يعوم على القرش وهو عارف الكلام ده، في غيره بيخاف فبيقدر ان هو يقيه. فيا ريت نراجع نفسنا عشان الموضوع اتكرر في الغردقه سنتين ورا بعض، اتكرر السنه دي في دهب، عشان ما الناس ما تتاذاش وتبدا السياحه الداخليه تتاثر بالكلام ده.